السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم، فيديو جديد ووصفة جديدة. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو أنتم في أتم صحة وعافية. إلا كنتي أول مرة كتشاهد هذه القناة فما تبخلش عليا بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد، وإلا عجبك الفيديو ما تنساش الضغط على إعجاب وشكرا. فيديو اليوم هو وصفة سهلة مهلة، وصفة السرديل بالأرز بطريقتي الخاصة، كتجي لذيذة وهائلة المذاق، وأهم من ذلك أنها صحية 100%. إذا نبداو على بركة الله. كنحتاجو في المقادير كيلو ديال السرديل اللي غسلناه ونقيناه من قبل، عندنا بصلة متوسط الحجم مشلضة، عندنا هنايا جوج خيزوات محكوكين، هنا عندنا الكورجيط او القرعه خضراء اللي حكيناها من قبل، عندنا قزبر ومعدنوس، عندنا الثومه، عندنا الزيتون خضر مقطع، عندنا هنايا لاصوص طوماط ولا مطيشه محكوكه، عندنا الزيت، ثم هنا التوابل، عندنا ملحه، بزار، خرقوم، كمون، تحميره، سكينجبير. هنا جوج زلايف متوسطين ديال الرز اللي سلقناهم من قبل، كناخذوا الارز ديالنا كنوضعوا فيه جميع المقادير اللي ذكرنا من قبل، ثم كنضيفوا الحامض وكنحركوا جميع المكونات تتنسجم لنا العناصر. بهذه الطريقه هذه كنخلوا الوليدات الصغار ياكلوا من الخضره، يعني عارفين اغلبيه الوليدات الصغار ما كيبغوش ياكلوا من الخضره، فالطريقه هذه كتخليهم ياكلوا الخضره وما كيحسوش نهائيا بالمذاق. من بعد ما انسجمت هاد العناصر كناخذوا كميه من الارز وكنفرشوها في اللاطه اللي غادي ندخلوه للفران. ثم كناخذوا السرديل ديالنا كنحاولوا نزولوا ليه ديك الشوكه اللي كتكون عنده في الظهر، وكنقلبوه وكنحطوا ملعقه كبيره من الحشو اللي درنا، وكنروليو السمك ديالنا.
وكنصطفوه في اللاطه. كنستمروا بهذه الطريقه تنكملوا جميع الكميه اللي عندنا ديال السرديال. هذا هو الشكل ديال السردي ديالنا من بعد ما عمرناه. كناخذوا لاصوص ديالنا اللي بقات وكنوضعوها من فوقه بهذه الطريقه هذه، ومن بعد كندخلوه الفران اللي مسخنينه من قبل. هذا هو الشكل ديالو من بعد ما كنخرجوه من الفران وكنقدموه بالصحه والراحه. صراحه كيجي المذاق ديالو هائل، كنصحكم تجربوه. نتمنى الفيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بلايك. تحيه طيبه والى فيديو قادم ان شاء الله.